الشمر وصل اسكندريه. يلا بينا نشوف. وده عباره عن عجينه بيحط عليها سكر وبعد كده بتنزل على النار، وبعد كده بتنزل تتغرق بالنوتيلا، وبعد كده بينزل عليها بالفستق والمكسرات، وبيغرقها نوتيلا من جوه. وعندهم بقى كميه صوصات لا تتخيلها. وبالنسبه بقى للعجينه فبتتعمل وانت واقف. بتاخد بقى كميه مكسرات جامده قوي، واكتر حاجه عجباني ان كل حاجه فريش. اما بالنسبه بقى للميني بان كيك وكانوا حاطين صوصات كتير قوي، نوتيلا دارك شوكليت ولوتس واوريو وايت شوكليت وحاجات كتيره قوي. ونيجي بقى للحاجات اللي مشهوره جامده قوي بره مصر اسمها التاكي. ده بيتحط نوتيلا من بره ومن جوه، وبعد كده بتجرنش باوريو كتير، وبعد كده بقى بيحط عليه الايس كريم وبياخد صوصات كتير قوي من فوق. نيجي بقى للتيست بتاعه. وبالنسبه بقى للوافل كل ربع اخد فليفر غير التاني، وهتلاقوا فيها كل الفليفر اللي احنا بنحبها. بس خلي بالك من حلاوته ممكن يجي لك اوفر دوز سكر. وبالنسبه بقى لمكانهم فعندهم فرعين، فرع في سموحه في النقل والهندسه، وفرع في الاقبال جنب استوديو غزال، وده اللي احنا بنصور فيه النهارده. وده بقى الموتشي، اكيد كلنا عارفينه. وده بقى عباره عن عجينه السكر جواها ايس كريم بالفليفر اللي انت بتحبه. كل واحد فينا حب يختار فليفر غير التاني. واكتر حاجه عجبتني فيهم كان ليمون منت. وكل ده بقى في ايس فولكان. وصدقني هتندم لما روحتش المكان ده.